مرحلة الدراسة مرحلة مهمة جدا في حياة أي حد فينا، لأنها بتحدد حاجات كتير، أهمها شكل مستقبلك ممكن يبقى عامل إزاي. ناس كتير بيقضوها بشكل روتيني بين المدرسة والمذاكرة، وناس تانيين بيختاروا إنهم يصنعوا المجد في أكتر من حاجة تانية غير الدراسة، في رياضة، شغل، أو في تعلم مجالات بعيدة عن دراستهم، واللي بكل تأكيد بيكون التوفيق بينهم حاجة صعبة جدا. في فرجة هنكلمك النهاردة عن تنظيم الوقت بين الدراسة بتاعتك وأي مجال تاني اخترت إنك تدخله، علشان في النهاية تضمن إنك تنجح فيهم كلهم. لما تبقى مشغول في أكتر من مجال في نفس الوقت، عود نفسك إنك تبص على الساعات المتاحة عندك على مدار الأسبوع كله. الأسبوع بتاعنا فيه 168 ساعة بالظبط، بعد ما تشيل منهم عدد ساعات نومك وأكلك وغيره تقدر تقسمهم على مهامك بأي شكل مريح ليك. نظرتك للوقت من مستوى أعلى من مستوى اليوم الواحد هيسمح لك إنك تقسم الأيام بشكل مش متساوي، وهيسمح لك كمان إنك تعوض أي تقصير حصل في واحد من الأيام اللي بعدها. واحدة من الحاجات اللي هتساعدك تنظم وقتك بين أكتر من حاجة هو إنك تعمل لنفسك روتين تنتظم عليه. الموضوع هيبقى صعب ومتعب في الأول، لكن بمجرد ما تتعود عليه هتكتشف إنك بتوفر وقت كبير جدا، لأنك عارف بالظبط أنت هتعمل إيه دلوقتي ولحد الساعة كذا، وعارف كمان المهمات اللي عليك بعد ما تخلص، بدل ما تقعد تفكر هتعمل إيه بعد كل حاجة تخلصها. علشان تضمن ان الوقت يكفي كل الحاجات اللي بتحاول تعملها، محتاج انك تعمل كل حاجة فيهم بكفاءة عالية، تخلص المطلوب منك في اقل وقت ممكن. علشان كده بيبقى منطقي انك تقضي شوية وقت الاول في التخطيط لتفاصيل كل حاجة فيهم قبل ما تبدأها، علشان تبقى متأكد انك هتخلصها في وقتها، وكمان تفضل ماشي على الروتين بتاعك زي ما كنت مخطط له. سهل جدا على اي حد انه يزهق او يتعب، ومهما كان بيحب الحاجات اللي بيعملها ممكن يقرر انه يسيبها او ما يكملش فيها. ناس كتير جدا عملوا كده في حاجات كتير ودلوقتي ندمانين اشد الندم. علشان كده احنا جايين نشجعك تكمل في كل المجالات اللي بتحبها مهما كان الثمن. احنا عارفين ان لازم هيكون في تضحيات في مقابل ده، غالبا مش هيبقى عندك وقت كافي عشان تستمتع فيه، بس فكر نفسك دايما قد ايه اللي بتعمله ده مفيد ليك دلوقتي وفي المستقبل، وخليك متأكد ان في مقابل تعبك دلوقتي هتبقى فخور بنفسك بنفس القدر بعد كده. ساعدونا بأفكاركم واقتراحاتكم للحلقات اللي جاية، ولو أول مرة تشوفنا وعايز تشوفنا تاني ممكن تدوس على زرار السبسكرايب، أما لو أنت من أصدقائنا أصلا فممكن برضو تشير الفيديو مع أصحابك. يلا نشوفكم الفيديو الجاي.